البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تنتظر المغرب مباراة قوية أمام نظيره الهولندي يوم الاثنين، وهي مباراة صعبة في الدور 32 من كأس العالم، وإن شاء الله يكون الفوز مغربي. وفي هذا المقطع بعض ردود فعل الجماهير العربية والمغربية على هذه المقابلة. بلدي راح يواجهوا مين؟ المغرب راح يعملها، صدقوني المغربي راح يعملها، مستحيل يخيبنا. مغربي أرجوك فوز على هولندا. يا الله شو المباراة هاي، أول مواجهة دور 32، والله نار. مثل القمم هولندا المغرب، عباكش معناتها هنايا زعما المنطق يتمنطق ولا ما يتمنطقش. عبالك باللي الوهبي وكان دير البريسينغ، عباك البريسينغ خلقاتو لا هولندا هي اللي دير البريسينغ، ما تعرفش والو غير دير لك البريسينغ. عباكم زعما المغرب الوهبي يدير لهم هذيك الحكايه تاع لويس انريكي يرميها لاطوش يدير البريسينغ كونت لا هولندا. نعرفك باللي صعب بصح نتايا تستاهل لا كوب دي موند ويطلبوا منك سماح، تدي كوب دي موند ويطلبوا منك سماح. يا الوهبي وكتربح هولندا. على كل حال كلنا اسود الاطلس كونتر هولندا. العرق الامازيغي بلا مزيتنا نسيبورتيو ما كاش كيفاه كاع فيا ومن بصح العرق الامازيغي يجبد. كلنا اسود الاطلس كونتر هولندا. المغرب هولندا قمة كروية مرتقبة ان شاء الله. ماتش غتكون فيه الفرجة وفيه المتعة وفيه الكرة ديال بصح. ماتش غيكون مفتوح. علاش؟ عباد الله هولندا ولا الطاليان ولا فرنسا ولا اسبانيا ولا الدول هادو والله ما كنلقاو معاهم مشاكل قسما بالله العظيم. هادو دول كيجيو يلعبوا الكرة ما هازين كاع في قلبهم، ما فيهم لا سم لا حقد. هادو كتلعب معاهم الكرة في التيران، كتربحهم كيصفقوا عليك، كتخسر معاهم كيصفقوا عليك، ومربوحة ان شاء الله. عندنا فرقة هاد العام هذا الله يحفظ دوك الوليدات والله يقويهم ان شاء الله في ذاك الماتش. النتيجة تكون ان شاء الله ديالنا ان شاء الله وندوزو ان شاء الله. علاش قلت لكم انا الدول هادو عباد الله؟ دابا هولندا تلقى معاها مشكل. هولندا راه فاتحين ليك بلادها، شوف شحال ديال المغاربه عايشين متعايشين معاهم الحمد لله في السلم والسلام. ما كيقولك لا طاب 3 حرقات كون غلق انا ربي اقسم بالله غير مع فحال هادو. راه شكون اللي كيبغي لك الاذيه وكيبغي لك الشر؟ غادي حداك مكسف ما كيكسوا دين مو حتى بصله دين مو بالربطه ديالها ما كيكسبهاش، كتلقى معاه مشكل. ما هادو بيس اند لوف ومربوحه ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي. نهائي كأس العالم لا، دور 32 أقوى مباراة في دور 32. وبالنسبة لي كنت أتمنى هذه المباراة تكون في الأدوار يعني ما بعد ربع نهائي نصف النهائي أو حتى النهائي. المنتخب المغربي أقوى منتخب عربي، أقوى منتخب إفريقي، أقوى 5 منتخب في العالم، فوق بس 4 منتخبات هو الخامس. لا تقول لي برازيل أقوى، برازيل مو أقوى، بس إنجلترا فرنسا اسبانيا والارجنتين. انا ما اشوف البرتغال اقوى يمكن بالنسبه لي شخصيا، مع المنتخب الهولندي اللي كثير يرشحونه للبطوله. المنتخب الهولندي يا اخوان يعني الناس ما تدري المنتخب ذا هو اقوى منتخب مر عليهم من مده، وبالنسبه لهم هم ماشيين صح. وشوف نتائج المنتخب اصلا اخر مباريات. هذه نتائج المنتخب الهولندي: متعادلين مع البوسنه في 2024، بعدها متعادلين مع اسبانيا في بدايه 25 في مارس اول توقف دولي بعد الموسم، بعدها اسبانيا طلعتهم من كاس الامم اللي بعدين فازت فيها البرتغال، بعدها فازوا على فنلندا، بعدها فازوا على مالطا، بعدها تعادلوا مع بولندا، بعدها فازوا على ليتوانيا، بعدها فازوا على مالطا، بعدها فازوا على فنلندا، تعادل مع بولندا، فوز على ليتوانيا، فوز على النرويج، فوز على الاكوادور، خسارة في مباراة ودية من الجزائر ما أشوفها مقياس، فوز على أوزباكستان، تعادل مع اليابان، فوز على السويد، فوز على تونس. كثير ما يدرون لكن المنتخب الهولندي في كأس العالم 22 لو ما طلع من المنتخب الأرجنتيني بالنسبة لي كان بيكون مرشح بقوة مع المنتخب الفرنسي وقتها والمنتخب الإنجليزي. مباراة راح تكون قمة، لكن نتمنى الفوز لأشقائنا في المنتخب المغربي وأتوقع يفوزون، لكن لن تكون مباراة هولندا لقمة سائغة. فبدون استهتار مباراة هايتي، وبالتوفيق لأخواننا وحبايبنا المغاربة، كلنا نبيكم تفوزون. الله يوفقكم ويعطيكم العافية. تسلعوا كل فور. ضرب لي على قمة في دور 32 لا هولند كونتر المروك، ماتش مهبول ماشي نورمال. المروك هنا حاجة، حنا لا هولند ربحنا في امستردام في لا هولند في استادهم
وقدام لي سيبورتور تاعهم يتسمى راهي باينه. من احلى المباريات اللي ممكن تتفرج عليها في دور 32 المغرب هولندا. هنا متعه، هنا اثار، هنا الكره الشامله، هجوم دفاع نجوم، كل حاجه ممكن تشوف الماتش ده. ابقى كداب لو قلت لك الماتش سهل، الماتش صعب جدا. منتخب هولندا اتعادل مع اليابان وكسب السويد وكسب تونس، وعنده لعيبه على اعلى مستوى بتلعب في اقوى انديه في اوروبا. خط هجوم ناري، جاكبو، سمرفيل، عندهم نص ملعب فراخنبرغ، ديونج، عندك اسماء كبيره على المستوى الدفاع، عندك فان دايك، لعيبه كبيره في المنتخب الهولندي. ولكن المنتخب المغربي اقوى بكتير من المنتخب الهولندي. المغرب يمتلك لعيبه شابه ونجوم على اعلى مستوى وبتلعب في اقوى انديه في العالم، ولكن الرهان بالنسبه لي هو المدير الفني محمد وهبي اللي هيقدم مباراه كبيره امام منتخب هولندا. ليه عصام الشوالي؟ عندي سؤال بسيط، اللي اختار عصام الشوالي كمعلق لكل مباريات تونس في كأس العالم؟ يا رجل ما عندك رحمة، ما عندك قلب. المنتخب التونسي هو أسوأ منتخب في كأس العالم 2026 ويا ريت ما تأهلوا. هذا مش كلامي، كلام عصام الشوالي، وبنبرة حزن وقهر قال: يا ريت أحد ينقل لي مرض الزهايمر حتى أنسى، ولكن متأكد ما فمش زهايمر قادر يمسح من ذاكرتي مشاركة تونس في كأس العالم 2026. بعد فوز هولندا المنتخب التونسي يودع بطولة كأس العالم كأسوأ منتخب بالبطولة كاملة. بصراحة 3 مباريات 3 خسارات، مستقبلين 12 هدف، وبهذا هولندا ستواجه المغرب في دور 32. بعد ما قاد المنتخب التونسي الياس السخيري سجل هدف بنفسه من الدقيقة الثانية، عصام الشوالي قال: هذا أسوأ لاعب في المونديال، ومعه حق، بكل مباراة بيتسبب بهدف. وبعد هذا الهدف صار في رقم قياسي جديد، أكثر نسخة في تاريخ كأس العالم بنشهد فيها أهداف عكسية بالمناصفة مع 2018 وإحنا لسه أصلا في بداية المونديال. شاهدنا 12 هدف عكسي لحد الآن، الكارثة إنه 9 منهم للمنتخبات العربية. هيرفي رينار جاء على المنتخب التونسي على أساس يعدل شوي الوضع، ولكن كارثة، بمباراتين استقبل 7 أهداف، مسجل هدف وحيد ضد هولندا. بأول 6 دقائق تونس استقبلت هدفين. وبصراحة الموضوع مش بس صعوبة مجموعة، لا، المنتخب التونسي دخل هذا المونديال وهو فاقد لكل أساسيات كرة القدم ومنهار فنيا ونفسيا، وتأكدنا من هذا الشيء بعد ما أقالوا مدربهم بعد أول مباراة بكأس العالم. طيب إيش اللي صار؟ بتصفيات كأس العالم المنتخب التونسي كان من الأفضل في إفريقيا بصراحة، 10 مباريات من دون ولا خسارة، ما استقبلوا ولا هدف. بنفس المجموعة أيضا تأهل المنتخب الياباني اللي راح يواجه المنتخب البرازيلي، واضح راح تكون قمة كبيرة. وكيف مشوا الاخوان كنظموا الاراضي للجماهير على القمه اللي غادي تكون ما بين المغرب وهولندا. حسن نتوما خليونا اراضيكم في التعليقات، ما تنساوش لايك كومونتير اشتراك باش ديما يوصلكم الجديد، وتحياتي لكم. هذا اللي ما حسبنا حسابه، مواجهة هولندا والمغرب. يعني هنا يا جماعة طبعا المباراة هذه لها طعم آخر ولها حسابات أخرى كبيرة جدا. ليه أنت تتكلم على مباراة ما بين المغرب وهولندا، والناس اللي عايشة في هولندا فين حيروح انتمائهم؟ المغاربة حيشجعوا طبعا أكيد بلدهم. نتكلم على الهولنديين حيشجعوا بلدهم، ولكن شوف التحدي ما بين الاثنين، يعني الاثنين يشتغلوا مع بعض، عايشين مع بعض. الناس اللي موجودين هنا فين حيكون؟ مع المغرب ولا مع هولندا؟ فالعالم كله يعني صراحة نحن كنا نبغى نحتفل بالاثنين، يعني يوصل لدوري 16 دوري 8 دوري 4، مرة تشجع هنا مرة تشجع هنا. فهذه مباراة راح خلاص، يعني اللي خارج خلاص حيكمل المسيرة سواء هولندا أو المغرب. تمنياتي أنا والله، أنا القلب والروح وكل حاجة نتمنى المغرب صراحة، لكن صراحة حرام هولندا يعني بلد استضافتنا ويعني أفضالها كثير علينا. فلذلك أنت حتشجع مين، المغرب ولا هولندا؟ اكتب لي تحت في التعليقات. أنا قلت لكم مع المغرب.